الفيلم ديال اليوم كيبدا في سنة 1966 في مدينة صغيرة سميتها غاري اللي كانت بولاية إنديانا. مايكل جاكسون دري عنده 9 سنين كيشوف الدراري كيلعبوا في الزنقة من الشرجم ديالو. بابا جوزيف جاكسون عيط ليه باش يتدرب على الغنى مع خوتو، فدخل وبدا كيغلط مرة وباباه بدا كيغوت عليه باش زعما يجيبها هي هادي، وغير بدا كيقاد شي شويه صافي سالوا الخدمه ديالهم. وفي واحد الليله فوق الطبله ديال العشاء جوزيف قال لهم بلا راه دابا صافي راهم واجدين باش انهم يطلعوا المنصه ويغنيو، فراه هضر مع المناجرات وغادي يوليو يغنيو جوج ديال الليل في السيمانه. الدراري هنا فرحوا بزاف، ولكن ماماهم كاترين قالت بلا راه باقيين صغار وعندهم قرايتهم. ولكن جوزيف شوبها وقال لها بهاد الحياه راه كاين يا الربح يا الخساره، وهما غير دراري كحلين وفقراء وما غيعطيهم حتى شي واحد شي حاجه فابور، فكيخصهم ضروري يتقاتلوا عليها. بدا التدريب وداروا اول عرض ليهم كفرقه جاكسون 5. مايكل كان هو النجم اللي في المقدمه وخلاو داك الكلوب كلشي كيشطح مزيان. جوزيف كان كيشوف فيهم بواحد النظره اللي كانت قاصحه من الكواليس، وفاش رجعوا للدار بغاوهم يرجعوا يتدربوا، فكاترين قالت ليه بلا راه يلاه وصلوا الدراري وراهم عيانين. ولكن جوزيف سولهم واش كيصحاب ليهم راسهم راهم عيانين حيت زعما غنوا مزيان. مايكل هو الوحيد اللي جاوبوا باه غنينا مزيان. فهنا جوزيف عيط ليه وحل الصمته ديالو وعطاه قتله ديال لاصه حيت جرى انه يعارضو في كلامه وفي دارو، وعاود قال ليه بلا راني قلت لكم ديجا في هاد الحياه كاين يا الربح يا الخساره. فمايكل هرب لبيتو وبدا كيبكي في الكوزينه، وجات كاترين عند الباب باش زعما تصبروا. بقى التدريب مستمرة وبقاو كيديروا من منصة لمنصة ومن بلاصة لبلاصة، فالجمهور كيتصط عليهم وداز عام ولاو كيطلعوا لواحد المنصات اللي كانوا كبار. واحد المرة فاش كانوا كيغنيو جوزيف هضر مع هذيك المضيفة سوزان وسولها واش عجبوها. قالت ليه مايكل عنده واحد الموهبة من عند الله، وعطات واحد لاكارت فيزيت وقالت ليه بلا راهم غادي يتصلوا بيه. جوزيف شاف بلا راه هي مساعدة في واحد الشركة، فمايكل سحر الناس كاملين بالحركات ديالو وبصوته، والجمهور ما بقاش بغى يسكت من الغنى. وصلوا للاستوديو وتلاقوا هذاك الماناجر مستر غوردي. مايكل بدا كيغني ولكن غوردي قال ليه بلا راه كيتحرك بزاف وخلاه باش انه يعاود. هنا جوزيف حاول باش انه يهضر مع مايكل، ولكن غوردي وقفو وقال لي شوف خدمتك نتايا هي تجيب لي الدراري في الوقت، واي حاجه اخرى بقات عليا انا. فدغيا مايكل شد الفايب وكلشي ترخى وبدا كيغني معاه، وغوردي بقى مبهوض في صوته. وفاش خرج مايكل غوردي قال ليه بلا راه هو في هذا المجال مده طويله هادي، ولكن هاد الدري راه حاله نادره. بدا كيعلموا في الاستوديو ودار معاه واحد العلاقه اللي قويه. جوزيف دخل باش يديهم للدار ومايكل عنا غوردي، وقبل ما يمشي غوردي قال ليه بلا راه تقدر تعيط ليا وقت ما بغيتي. دابا فرقة جاكسون 5 سجلوا أول ألبوم ليهم وشدوا مايكل وصغروا ليه السن ديالو بعامين. هو كانت عنده 10 سنين ورجعوا عنده 8 سنين، هكا زعما باش يجروا الانتباه. الألبومات تباعوا مزيان والصحافة بدات كدير معهم لقاءات، والألبوم وصل للمرتبة الأولى كهوت 100. عامين من بعد العائلة ولات ساكنة في فيلا كبيرة في كاليفورنيا. مايكل كان عنده بيتو، فاش عيط ليه خو باش يهبط عند جوزيف هبط، ولقى جوزيف كيقدم ليه واحد الراجل اللي سميتو بيل اللي غيولي هو الحارس الشخصي الجديد ديالو وديما غادي يكون معاه. من بعد مايكل هدر مع ماما وقال ليها بلا راني بغيت واحد لاما كحيوان اليف يكون عندي. هنا ماما قالت لي برا عندك واحد الفار، ولكن مايكل كان مصر بلا انه بغى لاما وبقى كيقول ليها في المميزات ديالها، وقالت ليه بلا راه خاصك تصاحب مع الدراري في السن ديالك. ولكن هو جاوبها وقال ليها بلا راه هو ماشي بحال كاع الدراري، كلشي كيشوف فيه كدري اللي مشهور، وغير الحيوانات بوحديتهم اللي غادي يبقاو يتعاملوا معاه كانسان عادي. وقالت لي شوف نتايا راك واحد الولد اللي مختلف من نهار تزاديتي، وما خاصك تخلي حتى شي واحد يطفيها الضوء ديالك، وخاصك ديما تحافظ عليه. داز دابا 7 سنين مايكل كبر وبغى يدير البوم ديالو بوحدو. مشى عند الماناجر ديال الشركه وقال ليه باش يقول لباباه بلا راه الفكره ديالهم هما وماشي ديالو. هما تفاجئوا شي شويه ولكن وافقوا وعجبهم الحال حيت غادي ينتجوا ليه اول البوم ديالو بوحديتو. مشاو عند جوزيف اللي كان باقي هو الماناجر ديال جاكسون 5 وهضروا معاه. قال لهم بلا راه ما عنده حتى شي مشكل، ولكن بشرط على انه مايكل غادي يكون ديالو من 9 الصباح حتى 5 العشيه ومن موراها خذوه. فوافقوا مشاو. مايكل دابا ولات عنده لاما ديالو وكان كيدوز معاها الوقت. بيل وصلوا للاستوديو وبدا كيسجل في اول اغنيه ديالو. الشهره ديالو بقات كتزاد ومشى يزور الدراري اللي كانوا مرادين في السبيطار بالسرطان،
وواحد الصباح فيق عائلته كامله باش يوريهم شي حاجه. واحد الشاحنه وقفات ونزل منها شمبانزي، الحيوان الجديد ديالو. الشمبانزي هنايا عنقوا، ومايكل قال لهم بلا راه عتقوا من واحد البلاصه اللي كانت خايبه بزاف، كانوا كيديروا فيها تجارب على الحيوانات. جوزيف عجبو الحال، وفي بيتو مايكل كان كيقري الشمبانزي الكتاب ديال نيفرلاند اللي كان كيحماق عليه ملي كان صغير. ايام من بعد مايكل دار واحد العمليه باش يقاد وجهه، وكان خايف بزاف من هذاك البرص اللي ولا عنده في يده واللي بدا كياخذ على قبلو الدواء. وهنا كان شاغل بالو وجهه بزاف، والطبيب قال لي بلا راه انت راجل زوين، ولكن مايكل كان كيبان ليه وجهه ما بقاتش. داكشي علاش دار واحد العمليه، فرجع للدار وحاول على انه يتسلل لبيتو، ولكن بابا عيط عليه. وهنا جوزيف شافو وكان خايف على وجهه، وقال ليه مايكل ما تخافش راه غير واحد الحساسيه ومشى. دابا مايكل زاد حتى واحد الزرافه على المجموعه ديالو، وهنا سال المرحله الاولى ديال العمليه وشاف راسو في البرايه وعجبو الحال. وفاش كان كيقرا في هذوك البراوات ديال المعجبين مع اختو قالت ليه بلا راه وجهك ولا زوين، وزاد فرح حيت بغى العالم كامل يشوفوه بنظره جديده ماشي غير واحد من الفرقه. وهنا كان معهم حتى هذاك الحنش ديالو. فاخو في ديك اللحظه دخل وقال لهم بلا راه جوزيف باغي اجتماع دابا. جوزيف بدا كيصفق فاش وصل مايكل وبدا كيستهزئ به كيفاش غادي ينجح بوحدو، وقال لهم بلا راه قرر يدير واحد الجوله والبوم مباشر للفرقه. مايكل قال ليه بلا راه خاصني نفكر، ولكن جوزيف قال ليه انا اللي غادي نقرر فاش نتايا تفكر. وسولو واش حيت زعما وليتو سوبر ستار كيسحب لك راسك راك احسن منا. هنا كاترين حاولت باش انها تدخل، ولكن حتى هي قمعه. هنا مايكل صافي خرج معصب وطلب من بيل باش انهم يخرجوا يضربوا دويره على بر. فبرا ديال الدار كانوا بزاف ديال المعجبين، فمشاو لواحد البلاصه اللي كانت هادئه. مايكل قال بلي راه جوزيف غير كيستغلو وبغى باش يفرض عليه الجوله ديال الفرقه، فاش هو كان مخطط على انه باغي يدير ديال الجوله ديالو بوحديتو. وبيل قال ليه بلا راه يقدر يستقل، ولكن مايكل قال ليه بلا راه باقي ما واجدش. وبيل قال ليه بلا راه الحياه ماشي سهله. وهنا مايكل جاوبو بلا راه كيبغي العائله ديالو ولكن باغي يوقف على رجليه. وبيل قال ليه بلا راه جوزيف ما عمره ما غادي يتبدل، حيت هو اصلا كيهمو غير نجاح العائله وما كيهمو لا خاطر ديال حتى شي واحد لا والو، ونصحو باش يجيب فريق ديالو ومحامي يكون واعر. مايكل دابا دار جولات بوحديتو ودازت عامين اخرى ولا عنده مظهر جديد وشهره اللي كانت كبر. وفي واحد الاجتماع المناجرات عطاو عروض اللي ما عجبوش، حتى هضر واحد اللي سميتو جون برانكا وقال بلا راه احسن فكره هي انه يكمل بوحدو تماما. مايكل هنا سولو شكون انت، وعرف راسو بلا راه كيمثل نجوم كبار بحال بيش بويز وبحال بوب دايلان، وسولو واش عارف شنو باغي يحقق. هنا جون جاوبو باش انك شكون انت هو الاعظم في العالم. مايكل سولو عاوتاني واش تقدر تعاوني. جون قال ليه نقدر نعاونك، حيت في نظري ما كاينش وما عمر غادي يكون بحالك. مايكل هنا جرى على كل شيء وبقى غير مع جون وعطاه اول مهمه، قال ليه غادي تجري على بابا ما يبقاش ماناجر ديالي في اقصر وقت. جوزيف كان في الدار وفاش وصلوا واحد تيليغرام اللي فيه سطر واحد، راك انت ما بقيتيش ماناجر مايكل. بقى مصدوم ومشى عند كاترين ووراها هذيك البرا، وكان معصب بزاف حيت مايكل ما قدرش حتى انه يواجهه وجه لوجه، وقال ليها بلا راه خاصها شي قتله ديال لاسا. ولكن كاترين وقفاتو وقالت ليه راه راجل دابا اش كدير، وخاصك اصلا نتايا تشكرو حيت هادشي كله اللي حنا فيه راه بسبابو. وجوزيف قال ليها بلا راه كلشي نسى، بلا راه هو سبابهم حتى خرجهم من ديك المدينه الصغيره. ولكن كاترين صافي خلاتو ومشات. هنا بيل ومايكل كانوا في المارشي كيتقداو، واحد المراه تخلعت فاش شافتو وطلبات واحد لوتوغراف لولدها. دغيا تجمعوا عليه الناس وبدا كيسني ليهم وهو فرحان. جاب البوز للدار باش يلعب مع خوتو كيف ما كانوا كيديروا شحال هذا. فطلع لبيتو وبقى كيلعب مع الشمبانزي، وملي هبط يجيب واحد الكلاص لقى جوزيف واقف ومع هذيك البرا، وطلب من مايكل باش انه يقراها، ولكن مايكل رفض. جوزيف قال ليه بلا راه باقي خاصك تعلم بزاف على المعنى ديال العائله وهو يمشي. مايكل بقى كيزور سبيطارات باش يفرح هذوك المرضى ديال السرطان. من بعد هدر مع جون بلا راه بغى يدير اكبر جوله في التاريخ ويصور واحد الفيلم قصير، وما بقاش باغي يدير لقاءات صحفيه. ومن هنا قال لي راه الفكره ماشي مزيانه، ولكن والو مايكل بقى مصر. هنا جون اقترح على انهم يدير واحد اموات واعره للجوله جديده. فمايكل بدا كيخدم على اغاني وافكار جديده، وكان كيتفرج في الاخبار على العنف ضد الكحلين
سنين وتأثر بزاف، فقرر يمشي عند جماعة الهيب هوب. بيل شاف بلا راه الفكرة ماشي تلهيه، ولكن مايكل قال بلا راه عندي واحد الفكرة واعرة، فمشى باش انه يتلاقى بهم ولقى واحد الفايب واعر في الشطحة ديالهم، وراو ليه هذوك الحركات ديالهم. وواحد منهم طلب واحد لودوغراف مع مايكل، وهنا مايكل مشى وشكرهم حيت قبلوا على انهم يتلاقاو به، وقال لهم راه الموسيقى والشطح لغة عالمية وكتقربنا وتقدر تبدل العالم كامل. وعلمهم واحد الشطحة فيها انسيابية كبيرة وكلهم عجبهم الحال. ومايكل قال لهم بلا شوفوا بغيتكم تكونوا معايا كاملين في واحد الفيلم قصير. بقات التداريب كدار ومايكل كان كيسجل في الاغاني، وكان كل نهار كيتفرج فيلم. واحد النهار هو كيتفرج في واحد الفيلم ديال الرعب اللي سميتو تريلر، وطاحت عليه واحد الفكره ديال الفيلم كيفاش غادي يكون وسماه تريلر. هادشي وصل مايكل للقمه ديال الشهره، فتلاقاو مع المنتج ديال الشركه اللي شكرهم بزاف. ومايكل كان فرحان بالفيلم ولكن بغى شي حاجه اللي تكون كتر. جون قال بلا راه الفيديو ديالو خاصهم ضروري يدوزو في الام تي في. المنتج قال لهم بلا راه مستحيل، ولكن جون قال بلا راه الالبومات كتباع بزاف علاش مستحيل. المنتج هنا جاوبو بلا راه الام تي في ما عمرها دوزت فنانين كحلي. مايكل تدخل قال ليه بلا راه الموسيقى ديالي انا لكل شيء. المنتج قال بلا راه حاول، ولكن مايكل قال لي غير حاول مره اخرى. تبع المنتج عيط للمساعده ديالو وقال ليها باش دوز ليه الماناجير ديال ام تي في، وفاش هضر معاه الماناجير ثاني رفض بحال ديما. ولكن المنتج هددو قال لي شوف الا ما دوزتيش الفيديو من هنا ل10 دقائق غادي نسحب كاع الفنانين ديالي اللي دايرين معاك كونترا. فقطع معاه التليفون، وهنا مايكل دار واحد الابتسامه بوجهه. سنه 1983 مايكل غنى بيل جين في كاليفورنيا ودار ذا مون ووك. تريلر بعد 25 مليون نسخه، الجمهور صافي تسطى عليه. الزنقه كانت عامره بزاف بالناس وهو كان وسطهم وكيحيي فيهم. عائلته هنأتوا في الحفله وباباه جا كيغوت وكيقول بلا راه صافي رجعوا ماكينه ديال الفلوس. من بعد جوزيف هضر مع واحد المنتج اللي كان قديم سميتو دون وبغى يرجع الفرقه ديال دي جاكسون، ودون سولو واش مايكل غادي يكون. هنا جوزيف جاوبو هو متردد قال لي فاقترح على انهم يديروا واحد الجوله عالميه سميتها فيكتوري تور اللي غادي تكون بتمويل من شركات كبار بحال رولز رويس. دون قال لي بلا راه عندي واحد الفكره حسان، شركه بيبسي باغا تدخل السوق ومايكل يقدر يكون هو الوجه الاعلامي ديالها، ولكن حضروا على انه يغدروا وما يستقجي معاه مايكل. بالليل مايكل دخل بيتو وتصدم فاش لقى باباه تما. جوزيف قال ليه شكون اللي كان كيقول بلا راه دري فقير غادي يدير اكثر البوم مبيع في العالم. طلب منه باش يجلس، ولكن مايكل قال ليه راك سكران. انا جوزيف قال مايكل بلا راك خاصك دير جوله مع خوتك، ومايكل جاوبو بلا راه ما بقاش دري صغير وباغي يعيش حياته. جوزيف قرب منه وقال ليه راك ما غاديش تنجح بلا عائلتك، وقال ليه راني عيط لدون واكدت الجوله. صافي ومشى. الجوله دارت، ولكن في التدريب وقعت واحد الحادثه وشعلت العافيه في الراس ديال مايكل. كلشي تخلع عليه وداو للسبيطار دغيا. عائله كانت كتسنى برا وكلشي مخلوع. فملي خرج الطبيب وقال لهم بلا راه حالته مستقره، ولكن راه كيحس بواحد الالم اللي كان كبير وعنده حروق من الدرجه الثالثه وعنده شي اعصاب اللي كانوا متضررين. هنا جوزيف ما لقى ما يدير، سولو قال له واش غادي يقدر يغني شي مره اخرى. كاترين شافت فيه وهي مصدومه، والطبيب قال ليه راه ولدك كان غادي يموت وهو محتاج للدعم النفسي دابا. من بعد راس مايكل بدا كيبرا شي شويه، ولكن خاصو عمليات اخرين. مايكل خاف واش غادي يولي يلبس باروكه، ولكن الطبيب قال ليه راه غير غادي نساليو هاد العمليات وديك الساعه نشوفو. بالليل بيل جاب مايكل الماكله اللي كتعجبو باش زعما يفرحوا شي شويه، ولكن والو كاع ما قدات معاه. هنا كاترين اعتذرت لمايكل، ولكن هو جاوبها بلا راه ما بغاش يهضر، وقال ليها جوزيف غادي يدير غير اللي بغا وما غاديش يحبس. في نهار الاخر فاش جا جون يشوفو لقى مايكل كيهضر مع واحد المريض اخر اللي كان مسكين محروق بزاف. وفاش خرج مع جون قال لي هاد الناس كيبقاو فيا بزاف، وطلب منه باش انه يتبرع بكاع الفلوس ديال العقد الجاي لهاد القسم ديال المحروقين. جوزيف هنا كان معصب وقال كاترين بلا راه بلا مايكل الجوله غادي تفشل وغادي نخسروا بزاف ديال الفلوس. وكاترين قالت ليه راه مايكل يلا خرج من الانعاش وما كانش باغي اصلا هاد الجوله من الاول، وخاصك تفهم بلا راه خاصو يمشي في طريقه، وإلا بقيتي واقف لي في طريقه راك غادي تخسروا في مره. هو يسولها ايوا والدراري الاخرين. هنا قالت ليه الدراري الاخرين حتى هما غادي يلقاو طريقهم. من بعد مايكل قال لبيل بلا راه ربي كان حنين معاه حيت عطاه فرصه اخرى وغادي يستغلها باش ينشر الحب والفرح
في كل بلاصه، وقرر على انه غادي يدير واحد الجوله خصيصا على قبل عائلته. وفي سنه 1984 تيران كان عامر بالناس. مايكل طلع المنصه مع خوته وبدا كيغني وفرحان، الجمهور كان غادي يطير بالفرحه. وفي الاخر شكر خوته وقال لهم بلا راه هذه غادي تكون اخر جوله ليا معاهم، وهذا الشيء صدم جوزيف، ولكن على عكس كاترين اللي كانت فرحانه. وفشلت الجوله، مايكل خرج من المنصه بوحده. وفي سنه 1988 مايكل بدا جوله عالميه بوحده اللي غنى فيها من كل قلبه مع الجمهور واستمتع بزاف. وهنا قصته غادي تبقى ديما مستمره. ودابا غادي نقول لكم الفيلم ديال اليوم سالا هنايا. الا عجبكم هاد النوع من القصص ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في شوفليكس باش ديما يوصلكم الجديد، وخليو لينا الرأي ديالكم في التعاليق وقولوا لينا شنو الفيلم اللي تبغيونا نهضروا عليه المره الجايه. باي باي.